الرئيس الحالي عبد المجيد تبون هو جزء لا يتجزأ من النظام الفاسد السابق، وهو جزء من ما يسمى بالعصابة السياسية. هذه حقيقة. عبد المجيد تبون ابن النظام، ابن الدولة، ابن السلطة الفاسدة. نعم، هو جزء من السلطة الفاسدة، هذه حقيقة. والنظام الفاسد دائما، وهي مش أول مرة، يضع الشعب الجزائري أمام خيارات أحلاهما المر، ولكن يعطي له هذه الخيارات وهو في راسه عنده المرشح نتاعو. النظام يعطي انتخابات تشريعية وانتخابات بلدية وانتخابات رئاسية بالخصوص، والفائز مسبقا معروف. شكون هو رئيس الجمهورية؟ معروف في الجزائر، رئيس الجمهورية معروف، ولكن يعطوك خيارات. احنا نعطوك خيارات، خير هذا ولا هذا ولا هذا، بصح احنا رانا نشوفوا باللي هذا هو احنا رانا نقول هذا هو المليح، بصح تبدا براسكم خلاص. مادام يقول لك احنا نشوفوا باللي هذا مليح وتبدا براسك، معناتها خلاص قرار اتخذ. اذا عبد المجيد تبون هو مرشح السلطة، وهو مرشح النظام، وهو مرشح الدولة، وبالتالي هو الرئيس. لا نقاش في الموضوع، لا نقاش في الموضوع. وهو جزء من النظام الفاسد. نعم، وما عندناش خيار. انا نتكلم كناشط سياسي، كاعلامي، كانسان حر. بصح هذا الكلام لا يسمح لرئيس حزب